لو عايز تشتغل في كوريا او حتى تشتغل مع شركات كورية في مصر، طبعا بتسأل نفسك ايه هي الوظائف المطلوبة، ايه هي المؤهلات المطلوبة، طب نقدم ازاي؟ كل ده هقوله لكم بالتفصيل في الفيديو ده. فلو حابب تشتغل في كوريا فالفيديو ده معمول علشانك. طبعا انا جهزت الكلام على نوت علشان اقول لكم بالتفصيل واكون منظمة الكلام صح. اول حاجة، هل ينفع تشتغل في كوريا؟ ايوه ينفع تشتغل في كوريا، بس لازم يكون عندك بعض المؤهلات اللي تخليك تقدر تشتغل في كوريا. تعالوا اقول لكم المؤهلات دي، ولو عندكم المؤهلات دي ففرصتكم هتكون حلوة ان انتوا تقدروا تشتغلوا في كوريا. يكون معاك شهادة جامعية اي تخصص، معاك لغة كورية ويفضل توبيك 3، ولو اقل من كده بشوية فتبقى حاجة بسيطة، المهم ان تكون بتتكلم لغة كورية كويس. ولازم يكون معاك اللغة الانجليزية، مهمة جدا. لو معاك تويفل، معاك ايلتس، الحاجات دي كلها هتساعدك في ان انت تشتغل في كوريا. طيب ايه هو انواع الشغل اللي انت ممكن تشتغله في كوريا؟ ايه الوظائف المتاحة هناك؟ تعالوا اقول لكم عليها. اول حاجة، تدريس لغة انجليزية او عربية في معاهد او مدارس في كوريا بيدوروا على مدرسين للغات، علشان كده قلت لكم اللغة الانجليزية مهمة. تاني وظيفة معانا الترجمة وخدمة العملاء. اكيد بنسمع عن خدمة العملاء كتير. ترجمة وخدمة العملاء، لو عندك لغة كورية وإنجليزية ممكن تشتغل في شركات بتتعامل مع العملاء العرب، يعني تشتغل في خدمة العملاء. فده شرط يكون معاك اللغة الإنجليزية والكورية، علشان كده بقول لكم اللغات مطلوبة. وزي ما قلت لكم الترجمة مطلوبة. انت لو معاك إنجليزي معاك كوري تقدر تشتغل مترجم هناك. تقدر تشتغل في شركات عالمية زي سامسونج و LG. الشركات دي بتحتاج موظفين دوليين في مجالات التكنولوجيا، الماركتينج، الميديا والإدارة. تقدر تشتغل مع الشركات الكبيرة دي لو انت مؤهلك الدراسي يسمح، لو انت معاك اللغات، لو انت المؤهلات المطلوبة منك تسمح تقدر تقدم فيهم. اما الوظائف اللي هقول عليها دي غالبا اغلب شباب العرب بيروحوا يشتغلوا فيها، وهي المصانع زي مصانع الالكترونيات، مصانع السيارات، تعبئة والتغليف. ده برضو وظائف اغلب شباب العرب بيقدموا فيها في المصانع هناك. طيب انا قلت لكم على الوظائف اللي موجوده في كوريا، اذا كان ترجمه، خدمه العملاء، او الشركات اللي تقدروا تشتغلوا فيها. الشركات مش لازم شركه سامسونج وشركه LG فقط، في شركات كتير تقدروا تشتغلوا عن طريق الماركتينج، تشتغلوا في حاجات كتير. سكين كير تقدروا تقدموا في شركات السكين كير هناك في كوريا وتشتغلوا ماركتينج، ويكون انتوا تواصل ما بين كوريا والعملاء العرب. واكيد احنا يعني لو بنتابع ناس كتير عايشه في كوريا فاحنا بنشوف بنات كتير هناك شغالين في شركات التجميل دي، وهم بيبقوا بيشتغلوا في ماركتينج او حاجه زي كده، بيكونوا وصل ما بين العملاء العرب والكوريين. في شغل كتير، بس لازم تكون مؤهلاتكم تسمح ان انتوا تقدروا تقدموا في الوظائف دي. طبعا انا هقول لكم على المواقع اللي تقدروا تشوفوا فيها الشغل الكوري وتقدموا فيه، ولكن خليني اقول لكم الاول على لو عايز تشتغل بقى باللغه الكوريه وانت في مصر. تعالوا بقى اقول لكم لو انت بقى معاك اللغه الكوريه وعايز تشتغل باللغه الكوريه دي وانت في مصر، تعالى اقول لك ايه الوظائف المتاحه هنا. طيب بالنسبه للشغل في مصر، اشهر شغل كوري في مصر المركز الثقافي الكوري والسفاره الكوريه. لو انتوا بتتابعوا بانتظام المركز الثقافي الكوري او السفاره الكوريه فهتلاقوهم بينزلوا اعلانات كتير على وظائف لناس يقدروا يشتغلوا عندهم، وطبعا بيبقوا كاتبين لكم المؤهلات المطلوبه علشان تقدروا تقدموا معاهم. فالشغل هنا في مصر اولا السفاره الكوريه والمركز الثقافي الكوري تقدروا تشتغلوا فيهم باللغه الكوريه. طبعا ده غير الارشاد السياحي او المترجم، ان انت تقدر تشتغل مترجم او مرشد سياحي. وهتلاقي كوريين كتير قوي بينزلوا مصر، كتير جدا. انتوا اكيد بتشوفوا فيديوهاتي ان انا بقابل ناس كوريين كتير، ففي كوريين كتير بينزلوا في مصر. تقدروا ان انتوا تشتغلوا تقدموا او تشتغلوا بقى في الارشاد السياحي او الكلام ده كله عن طريق اللغه الكوريه. في شركات كوريه هنا، شركات الاتصال، مصانع الالكترونيات، بيحتاجوا مترجمين يقدروا ان هم يترجموا ما بين الكوريين والعرب والعملاء العرب. وفي مصانع كتير في مصر هنا بتحتاج مترجمين كوريين. كل دي وظائف تقدر تشتغل فيها. انتوا طبعا كلكم دلوقتي بتسالوا احنا هنلاقي الوظائف دي فين. انا هقول لكم على مواقع زي ما قلت لكم، المواقع دي هي اللي من خلالها هتدوروا على الشغل ده غير برضو خدمه العملاء، كول سنتر. لو دورتوا في المواقع اللي هقول لكم عليها هتلاقوا كتير الناس اللي بتحب تشتغل كول سنتر او في خدمه العملاء.
المؤهلات اللي هتحتاجها علشان تشتغل في كوريا: اولا شهاده جامعيه، اللغه الكوريه ويفضل توبك 3 على الاقل، والانجليزي كمان ضروري. وطبعا لو انت هتشتغل في كوريا خلي بالك ان انت لازم لما تبعت السي في بتاعك تبعته بالانجليزي او بالكوري. طيب بعد ما عرفنا كل ده هنقدم ازاي؟ المواقع اللي هقدم من خلالها على الشغل، تعالوا اقول لكم على المواقع اللي تقدروا تقدموا من خلالها على الشغل في كوريا. اول موقع معانا جوب كوريا، تاني موقع معانا اللي هو سارامين، تالت موقع معانا وهو اشهر موقع كلكم عارفينه لينكد ان، واخر موقع وركنت. الاربع مواقع دول تقدروا ان انتوا تدخلوا وتبحثوا على وظائف في كوريا. هناك هتلاقوا وظائف كتير تقدروا تقدموا فيها لو مؤهلاتكم تسمح ان انتوا تشتغلوا في كوريا، ودول اهم المواقع الكورية للتوظيف. اما لو انت في مصر وعايز تشتغل باللغة الكورية في مصر، فتقدر تتابع مع المركز الثقافي الكوري او السفارة الكورية. كل سنة بينزلوا بوست عن الوظائف في الصفحات بتاعتهم على الفيسبوك، ان انتوا تقدروا تقدموا عن طريق لينك التقديم اللي هم بينزلوه، وتشوف مؤهلاتكم تسمح ان انتوا تشتغلوا معاهم، تقدموا معاهم. كمان المرتب بيكون كويس جدا، يعني تابعوا مع المركز الثقافي الكوري او السفاره الكوريه هنا في مصر. بالنسبه بقى لو مش عايزين تشتغلوا في المركز الثقافي الكوري او السفاره الكوريه، فعندكم لينكد ان، تقدروا تبحثوا في لينكد ان عن كلمه كوريا او الشركات الكوريه، هيظهر لكم وظائف كتير تقدروا تقدموا فيها هنا في مصر. طب انت لو معاك كوري هتقدر تستفاد باللغه الكوريه ازاي؟ لو بتعرف كوري ده هيفتح لك ابواب كتير انك تشتغل مع الكوريين او في شركات كوريه في كوريا او حتى في مصر. اولا الترجمه والتدريس، العمل في الشركات الكوريه سواء في كوريا او هنا في مصر. باختصار لو بتحب كوريا وبتتعلم اللغه الكوريه فالفرص موجوده سواء في كوريا او في مصر او مع شركات كوريه عامه. ركز على تطوير لغتك، جهز سي في قوي، وقدم في الفرص المتاحه. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا عن الوظائف في كوريا سواء في كوريا او في مصر. يا رب اكون افدتكم النهارده وتكونوا استفدتوا من الفيديو ده او فيديوهاتي عامه عن اللغه الكوريه او عن كوريا كلها. وطبعا لو عايزين نتعلم اللغه الكوريه فانا عامله لكم فيديو عن ازاي نتعلم اللغه الكوريه لوحدنا. وبكده نكون وصلنا للنهايه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يونغ